السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد بعنوان الأهلي ونظرية المؤامرة. يا جماعة بجد احنا من امبارح أنا شايف حاجات في الإعلام وفي التلفزيون وعلى السوشيال ميديا وفضيحة تحكيمية وفضيحة جدلية، وحكم من كفر الشيخ وحكم مش عارف من ايه، وقناة الأهلي تقول لك أصله من كفر الشيخ. وخلي بالك بقى، شوف يعني ايه من كفر الشيخ، مش فاهم يعني ايه من كفر الشيخ بصراحة. كابتن أسامة حسني طلع يقول لك الحكم دي من كفر الشيخ، يقول لك دي الحكم دي من كفر الشيخ. يعني مش فاهم ايه من كفر الشيخ، يعني مفيش حكام في كفر الشيخ ولا ايه؟ مش فاهم بصراحة. يعني كنت حابب كابتن أسامة حسني يطلع يفهمنا شوية. والحكم حسب علينا ضربة جزاء واللي ما حسبش ضربة جزاء. والكابتن سيد عبد الحفيظ طالع مع ابراهيم فايق كعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بيطلع يتكلم يا جماعة عادي في الإعلام، وبيطلع يتكلم على التحكيم، وبيطلع يتكلم عادي زي ما بيحصل في الزمالك بيحصل في الأهلي. عشان بس الناس كانت بتقول ده ما بيحصلش عندنا في الأهلي وده ما بيحصلش عندنا في عادي، يعني بيحصل في كل حتة. وبغض النظر بقى عن الكرة أصلا ضربة جزاء أو مش ضربة جزاء، اللي الكابتن محمود البنا والكابتن محمود البنا طبعا كلنا عارفين إن هو أصلا يعني أهلاوي صرف، طلع قال مش ضربة جزاء. الكابتن الصباحي قال مش ضربة جزاء. كذا حد طلع قال مش ضربة جزاء. فبغض النظر عن إن هي ضربة جزاء أو مش ضربة جزاء، طول عمر الأهلي أو الأهلاوية يقول لك الزمالك عايش في نظرية المؤامرة. كابتن سيد دايما كان يقول لك إيه، الزمالك عايش في نظرية المؤامرة. يا كابتن انت اللي عايش فيها دلوقتي، يعني انت اللي عايش في نظرية المؤامرة دلوقتي، وانت اللي شايف ان الدنيا كلها جاية عليك، واتحاد الكرة جاي عليك، والحكام جاي عليك، والعالم كله جاي عليك. بس انا عايز اقول لك يا كابتن ان مش التحكيم هو اللي خسرك ماتش الاهلي، ماتش الترجي رايح جاي. مش التحكيم اللي خسرك ماتش طلائع الجيش. مش التحكيم برضو اللي خلاك تتعادل مع انبي، وخلاك تتعادل مع زد، وخلاك تتعادل مع الفرق، وكنت هتتعادل مع المقاولين. ما فيش، مش التحكيم مش هو اللي خسرك بيراميدز. مش هو اللي خلاك اصلا دلوقتي عمال مش عارف تعمل ايه. فمش التحكيم يا كابتن، مش التحكيم اللي يا اهلاويه هو اللي خلى كده. احنا المفروض نبص على المضمون بتاعنا، ونبص على نركز على اللي احنا فيه، ونشوف ايه اللي خلانا كده. احنا جايين عاملين موسم اسمه موسم كيدي، صفقات كلها كيدية، حاجات كلها مس بالعند في الزمالك مش اكتر. المفروض ايه اللي انت عملته؟ انت ما تبص على زيزو اللي ما جاش الماتش، ما تبص على امام عاشور اللي ما جاش الماتش، ما تبص على تريزيجيه، ما تبص على مروان عثمان، ما تبص على الفرقه بتاعتك اللي ما لعبتش. انت جاي تتكلم على الحكم. وكابتن محمد الشناوي بعد الحكم بعد الماتش راح يضرب الحكم المساعد، يضربه على قفاه. ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ فرجاني ساسي لما كان عمل للحكم كده بتاع التيشيرت بتاعه تقريبا، وتوقف 5 6 ماتشات، وقف 6 ماتشات، وكانوا عايزين يرحلوه من البلد. ما نشوف العقوبات هتبقى عاملة ازاي، ونشوف اللي احنا فيه ده هيوصل لايه. مع الاهلي اللي هو دلوقتي بيقول ان هو عايش فعلا في نظرية المؤامرة، وعايش في الحاجة اللي كان بيقول احنا بنعيشها. الزمالك كان عايش فيها في ظل ان حتى لو في خطأ تحكيمي او في غلط تحكيمي، يا كابتن مش هو ده اللي مخسرك الدوري ان شاء الله. يعني مش هو ده اللي مخسرك الدوري. وانت كاهلاوي او انت كزملكاوي، انت كاهلاوي المفروض تبص على الصح. عندك اداره مش نافعه، عندك المدرب مش نافع، عندك لعيبه مش نافعه. محل مشاكلي. وانت من امتى الاهلي كان بيستنى خطأ تحكيمي او غلط تحكيمي عشان خاطر ان هو يكسب ماتش؟ فكرك ان هو ده حصل كتير. ده احنا كده بقى علينا الجنة. فاكرين الكرة بتاعت احمد سامي لما طلع جابها بايده، وبايده كان فرق ايده قد كده، وراح جابها بايده ولا اي حاجه. كابتن جهاد جريشه. ده اشهر غلطه تحكيميه بتاعت الكابتن حسن شحاته لما كان في اتحاد الكوره اتحسبت اوفسايد. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده غلط تحكيمي وفي خلاف عليه. وكابتن طبعا الاعلام بقى كلهم
كان اول ما يجي كوره مع الزمالك يقول لك ايه، ومعانا اتصال تليفوني مع الحكم مش عارف مين، وقول لنا رايك. امبارح بقى ما شفناش الكلام ده، ما شفناش حد بيقول لك قول لي رايك. هو الكابتن بس محمود بن طلع في قناه مودرن MTI ديت، وقال فيها ان هي مش ضربه جزاء. لكن كان الاول يطلع ايه دلوقتي، لا كل واحد شغال ايه، هي ضربه جزاء. كابتن محمد بركات اللي هو طلع مع ابراهيم فاهم امبارح بيقول لك ايه، ضربه جزاء. كان في ماتش سيراميكا بيقول لك مش ضربه جزاء، الماتش اللي هو السوبر. تناقض غير طبيعي يعني. شيكابالا طلع قال لك والله لو انتوا شايفينها ضربة جزاء في ماتش السيراميكا اللي فات يبقى دي ضربة جزاء، لو دي مش ضربة جزاء يبقى دي مش ضربة جزاء. الاتنين واحد. فاحنا الناس هنا بتشتغل على الجنبين يعني، تناقض غير طبيعي. وخلينا نشوف بقى الايام الجاية ايه اللي هيحصل، ونشوف اتحاد الكورة، ونشوف التأثير اللي حصل على ماتش امبارح ده هيأثر ايه على الماتشات الجاية. وشكرا ليكم.